النهارده هنعمل مع بعض القراقيش بس بطريقة سهلة واقتصادية وغنية جدا جدا جدا. يلا بينا على طول من غير ما اطول عليك. لو انت اول مرة تشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس. يلا بينا على طول نبدأ في مقاديرنا. بعد ما نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام ونسمي بسم الله عشان نعمل القراقيش بتاعتنا محتاجين معلقتين كبار من الخميرة الفورية. دي مقادير 2 كيلو يا جماعة، يبقى مقدار الكيلو هستخدم معلقة واحدة بس من الخميرة الفورية، وبرضه هكتب لكم المقادير في صندوق الوصف. ومعلقتين صغيرين من السكر، وادي المعلقة التانية. تمام، فانت خدي بالك بس انا بعمل ايه، والمقادير هكتبها لك ما تقلقيش في صندوق الوصف. هقلب المكونات دي كده مع بعض. يبقى قلنا مقدار الكيلو من القراقيش هيحتاج معانا معلقه خميره فوريه مليانه ومعلقه صغيره من السكر، واقلبهم في ربع كوبايه ميه. تمام، هتاكد ان الخميره عندي دابت، هسيبها على جنب كده تتفاعل واشوفها شغاله او لا. بص يا حبايب قلبي، معلش اعذروني، لقيت الكاميرا فصلت وانا ما خدتش بالي ان ده كله ما اتصورش. المواد الجافه عباره عن ايه؟ كيلو الدقيق بياخد 4 معالق من السمسم، تمام، وعليهم معلقه كبيره خليط ما بين اليانسون والمحلب وحبيت سكر حطيتهم في المطحنه عشان يرضوا يطحنوا معايا. تمام، فانا عشان مقدار 2 كيلو هحط معلقه كبيره تاني. معايا معلقتين كبار من النشا، معايا معلقتين من المعالق المعيارية الصغيرة مليانة من الكيك شيف، بس الكيلو دي هياخد معلقة واحدة. تمام، يبقى كيلو دي هياخد معلقة من المعالق المعيارية الصغيرة من الكيك شيف أو البيكنج باودر. تمام، يبقى كيلو الدقيق هياخد معايا 4 معالق من السمسم متحمصين على النار، ومعلقة من اليانسون على المحلب على حبة سكر كده وطحناهم في الكبة. تمام، عايزة يعني تعملي القراقيش بتاعتك بطعم اليانسون بس والشمر براحتك، ده راجع ليكي انت، يبقى النكهات دي راجعه ليكي انت. نص معلقة صغيرة او معلقه كده الا حبه من الملح عشان تعادل الطعم، واقلب المكونات الجافه دي عندي كده بالشكل اللي انت شايفاه ده. بص حبايب قلبي، الخميره عندنا فارت، بس طبعا ما تغلطيش غلطتي وتحطي الكوبايه كده من غير طبق تحتها، لا تحطي تحتها طبق عشان لما ينزل اي حاجه ينزل في الطبق. طيب المادة الدهنية عندي عبارة عن قد ايه الكمية؟ عندي الميكس اللي قدامكم ده عبارة عن زبدة وقشطة من وش الحليب. انا بجمع القشطة عندي وبحطها مع زبدة واسيحها على النار بحبة من الزيت. تمام، طيب الكمية دي قد ايه؟ طبعا كيلو الدقيق هياخد معاكي كوباية ونص او كوباية الا ربع من المادة الدهنية. ميكس ما بين زبدة وزيت، سمنه وزيت براحتك راجع ليكي، بس الزيت بيدي قوام تحفه للقراقيش بتاعتنا. الكميه اللي قدامك دي ل2 كيلو دقيق حاطه 3 كوبايات من ميكس الزبده مع القشطه. هبتدي انزل عليهم بكوبايتين من السكر. كيلو دقيق هياخد كوبايه واحده بس من السكر، يبقى كيلو دقيق هياخد من المواد الدهنيه كوبايه ونص من ميكس الزبده مع القشطه وكوبايه من السكر. انا عشان 2 كيلو دقيق هنزل كوبايتين من السكر. ادي الكوبايه التانية. هضرب الميكس السمنه دوت مع السكر لما يديني قوام كريمي كاني بعمل بيتي فور او غريبه. وهينفع معاكي طبعا الميكس ده اللي طالما السمنه في التلاجة ما تقلقيش هتديكي قوام الكريمه بسرعه. انا هضربها بالمضرب السلك. بص يا حبايب قلبي، للامانه انا ما قدرتش اكمل بالمضرب السلك عشان دراعي فيه غضاريف. تمام، بعيد الشر عنكم يا رب. انا هضربه، هكمل ضربه بالمضرب الكهرباء. بس كملي انت، هياخد معاكي حوالي 10 دقايق. لو السمنه جامده خالص هياخد معاكي 5 دقايق بالظبط، ولو حابه تعمليه بسكر بودره اوفر بكتير عليكي من الوقت. بعد ما ضربت شويه كده حلوين بالمضرب الكهرباء اداني القوام اللي انت شايفاه ده، هنزل عندي بكوبايه الا ربع من الزيت. بس طبعا ده المقدار اللي 2 كيلو، يبقى لو انت هتحطي حوالي يعني ربع كوبايه ومعلقتين كده بالشكل اللي انت شايفاه ده. تمام، ابتدي اضرب ضربتين كده. هنزل عندي بحبه حلوين كده من الفانيليا. ده بقى يا حبايب قلبي الطبق اللي انا هعجن فيه مقدار ال2 كيلو بالشكل اللي انت شايفاه ده. هنزل خليط السمنه
هبتدي ابس الدقيق ده مع خليط السمنه بتاعي والسكر. بصوا حبايب قلبي، بعد ما بسيت الدقيق مع خليط السمنه والزبده او الزبده والزيت، هبدا انزل عندي بخليط الخميره بتاعي. بصوا ما شاء الله، هبتدي انزل عندي بكوبايه من اللبن الرايب كده. ده لبن كنت حاطاه في التلاجة ولقيته عندي يعني عمل رايب كده، استغليته ونعجن بيه بالشكل اللي انت شايفاه ده. هنزل كده بالراحه حبه حبه. هنزل بالكوبايه التانية، يبقى كيلو اللبن يا جماعه للامانه خد معايا كوبايه ونص من اللبن الرايب اللي انت شايفاه ده، والاتنين كيلو هياخدوا التلات كوبايات. تمام. ابدا اجمع كده العجينه عندي ومعجنش عشان العجينه عندي ما تعملش عرق. ونسيت اقول لكم ان الدقيق متعدد الاستخدامات، او دقيق خاص بالكعك والبسكوت بالشكل اللي انت شايفاه ده. بعد كده لقيت العجينه عندي محتاجه، جبت حوالي كوبايه الا ربع من الميه وهنزل بيها على مراحل. تمام. احنا مستخدمين من الاول للاخر قشطه ولبن رايب، يعني مفيش مشكله لو احنا استخدمنا كوبايه من الميه. عايزه تستخدميها ميه كامل وتحطي لبن بودر براحتك، عايزه تستخدمي حليب وميه برضو ده راجع لامكانياتك انت. بص حبايبي، كميه السوائل اللي رجعت مني ربع كوبايه، يعني ما استخدمتش غير نص كوبايه من الميه. تمام. بصوا جمال العجينه، بصوا ما شاء الله، طالما تقطم معاكي كده وملبن واللون خطير. بصي طالما بتقطع معاكي كده يبقى انت ما عملتيش فيها عرق. ولما باجي اعجن ما بجيبش من فوق لتحت، لا انا بس يا دوب بشربها الميه، بعمل كده اهو واقطع. تمام. هو ده طريقه العجن. اما العيش العادي بتعجني وتلتي فيه براحتك عشان يطلع العرق، لكن دي احنا مش عايزين فيها عرق، احنا عايزينها تطلع هشه وجميله وبتقطم معاكي. اي معجنات قراقيش او نواعم او كعك او قرص ما بيخمرش، ده بس بيتساب يرتاح بس مجرد 10 دقايق او ربع ساعة. تمام. وبعد كده هنبتدي نقطع فيه. نبتدي نحضر مع بعض الصاج اللي هنرص فيه القراقيش بتاعتنا. دهنته بالزيت وجهزته. هجيب عندي الرخامة بتاعتي هدهنها بحبة زيت ونحضر قطاعة البيتزا. تمام. بص حبايب قلبي، طريقة التشكيل ايه؟ بجيب حتة عجين كده بفردها والفها رول، واعملها كده ابرم فيها شويه كده، وبعد كده ابتدي ابططها وبعدين بقطعها الحجم اللي انا حباه. بصوا لي يا جماعه، بصوا لي التخانه دي بتشوفها في شغل الايه الافران، هي دي اللفه اللي احنا عايزينها. ودلوقتي بعد ما خلصت الكمية هسيب القراقيش بتاعتنا تخمر في مكان دافي ويتضاعف حجمها. اهم حاجة المرحلة دي يا جماعة، المرحلة دي لازم القراقيش بتاعتنا يتضاعف حجمها ويبان عليها الخمر. يعني هتاخد مش اقل من نص ساعة وهي بتخمر، لان لو دخلتها الفرن ناقصة خمر تطلع ملكوكة معايا ومعجنة. ودي شكل القراقيش بتاعتنا بعد ما خمرت وتضاعف حجمها. قعدتها حوالي ساعة الا ربع بالشكل اللي انت شايفاه ده. عند الفرن بتسخن على اعلى درجة حرارة، واول ما ادخل القراقيش هخلي درجة الحرارة على درجة 180. شغل من تحت بس، هحط القراقيش في الرف اللي في النص، وبعد ما تاخد اللون الاحمر حلو هشغل عليها الشواية وهوريلكم شكلها النهائي في الاخر عامل ازاي. بصوا حبايب قلبي، دي القراقيش بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن. هي لسه للامانة فيها طرية شوية، بس لما تبرد بتدخليها تاني الفرن وتهدي عليها النار وتخليها تتحمص زي الفيش بالظبط. يعني القراقيش مش من اول مره بتبقى ناشفه، لا طبعا، ده انت لو سبتيها في الفرن على ما تنشف مش هتنفع، هتسود وبرضه مش هتنشف. بعمل ايه؟ بطلعها تبرد وبعد كده بردها تاني وتتحمص وتاخد التحميصه اللي انت عايزاها. ما تنسيش تجربيها على طريقتي، وما تنسناش في اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلي زر الجرس. دمتم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبالهنا والشفا.